اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. تعالوا بقى بصوا عشان بصور بالكاميرا الاماميه. قلنا نجرب كاسكو، كل الاسعار فيه حلوه قوي قوي. اول مره اجيب صراحه، ناس كتير قالوا ان اسعاره حلوه جدا. قلنا نيجي كده ونجربه ونشوف الاسعار عامله ايه. يلا بينا نقلب الكاميرا كده مع بعض. لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفيني، ولو انت على الفيس اوعي تنسي المتابعه. يلا بينا نشوف يومنا هيبقى عامل ازاي. ودي بقى الواجهه بتاعت كاسكو زي ما انتم شايفين. يلا بينا ندخل كده. بامانه بامانه ناس كتير شكروا فيه، شفت فيديوهات كتير قوي 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 عن المحل ده. اسعاره حلوه، اسعار جمله احسن من بره. وبصراحه انا ما دخلته لقيت الاسعار جوه لقيتها اقل دولار من بره. وطبعا لو هتجيبي كميه حاجات الدولار ده هيفرق كتير. اول ما بتخش كده بتعملي العضويه، الكارت في كارت ب60 وفي كارت ب120، كله على حسب والاوبشن اللي هما بيبقوا منزلينه كده. فسبت جوزي واقف هنا وقلت ايه ادخل كده، تعالوا نروح عند الخضار ونشوف الاسعار على بال ايه. قلت ايه اقف له يجي ربع ساعه يكون انا ايه جبت الحاجات برضو اللي انا محتاجاها، ونشوف كده الاسعار مع بعضنا عامله ايه. الاسعار حلوه جدا جدا جدا. تعالوا بس يلا عشان ما اطولش عليكم ونشوف بعض الحاجات. اول حاجه كده البرتقال قدامكم، بصوا يعني شكاره كده محترمه فيها بتاع يجي 3 كيلو برتقال عاملين 6.99 سنت. بصراحه حلوه قوي قوي قوي. وكمان الليمون زي ما انتم شايفين ليمون. كيس الليمون ده كده او شنطه الليمون دي فيها 3 باون حوالي كيلو ونص من الليمون. والسعر بتاعها حلو. الليمون الاخضر ده جميل قوي، بحب اجيبه بصراحه اكتر كمان من الاصفر. تمنه 6.89 سنت برضو. السعر بتاعه جميل جدا. الاناناس زي ما انتم شايفين موجود اناناس بجميع الاحجام يا بنات. يعني اناناستين زي ما انتم شايفين، اناناستين بتوعنا بتوع مصر 5.79. وعندك كمان الشمام الطويل ده حلو طعمه جميل قوي قوي. تمن الواحده 5.99 مش البون الواحده. وبقى في جميع انواع الاناناس زي ما انتم شايفين. وفي بقى البلح ده كمان، البلح ده بجد حلو قوي. كلت بلح في سنه من السعوديه بامانه نفس الطعم نفس طعمه. اي نعم غالي بس حلو بامانه حلو قوي. وارخص برضو من اللي في المحلات بره. تمنها 11.99 سنت. الخوخ ده برضو عجبني، دقت في واحده واقفه بتفرق خوخ كده اللي حابب يدوق عشان يعني بتعمل جدعيه يعني عشان يبيعوا الخوخ لان الكميه كتيره، ولو قعدت هتبوظ فبتقعد بقى تدوق الناس عشان يشتروا. في البلدي وفي السكري، في نوع كمان تقريبا برضو سكري بس نوع مختلف. الكرتونه برضو حلوه وسعرها كويس، سعرها 8.99 سنت. بجد بجد الطعم بتاعه كنت اول مره احس اني باكل خوخ حلو بامانه كأنك موجوده في مصر. بجد مش خساره ان الواحد يروح المحل ده ويسوق منه كده. بجد جميل. بصوا كميه الخوخ كانت قد ايه. والكرتونه حلوه فيها حوالي بتاع 12 واحده وزياده كمان. والكيوي ده برضو كان في نوع من الكيوي في سعر اغلى من ده كمان، بس بصراحه والله انا جبت السعر القليل اللي هو 6.79 سنت. وعجبني يعني ان الغالي كنت حاسه ناشف قوي. فبصراحه ده اللي عجبني وجبت منه. تعالوا بقى اما نجيب البطيخه، لقيت الناس ناسفه البطيخ حرفيا. بس بجد مش خساره في البطيخه دي ان الواحد ياخدها من جمالها وحلاوتها. زي ما قلت لكم البطيخه دايما خدوا البطيخه اللي هي العنقود بتاعها يكون واقع خالص، ما يبقاش موجود فيه اي عنقود في البطيخه. كنت بصوا بدور وعلى اللي هي زي شفتوا بصوا كده وتكون مدوره. بعد كده بصوا شكاري البصل دي، البصل دي شكاره حلوه قوي فيها بتاع يجي 5 كيلو بصل. بصراحه حلوه قوي قوي برضو. بس بصراحه ما جبتش منها المره دي لان حجم البصليه كبير. قلت بقى على بال ما ابقى عامله حسابي عشان ابقى افرم واحط منه في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجه وبخزنه يا بنات وبيبقى جميل جدا جدا. سعرها كان بقى في بقى نوع تاني سعرها كان عامل 4 دولار وحاجه، بس دي اقل شويه. في بقى الاحمر وفي اللون اللي هو والبصل الابيض بتاعنا. بجد الاسعار بتاعته حلوه، ما اقدرش اقول اكتر من كده. يعني انا عجبني الاسعار هناك، وعجبني ان في حاجات كتير مع ان يعني انا صورت جزء الخضار بس. ان شاء الله كل ما اجي اروح هصور لكم حاجه تانية. يعني كل ما اجي اروح هصور لكم حاجه مختلفه. اللحوم الحاجات دي، الرز، الصلصه، الحاجات دي بص تمنها 4.49 سنت، يعني 4 دولار ونص. هنقول هتاخديها بالتاكسي ولا حاجه مش هتعمل ال5 دولار. ده توم برضو، كيس توم على بعضه كده حلو قوي قوي برضو. اول مره الاقي حجم التوم ده. هو على بعضه كده عامل 6.99 حوالي 7 دولار.
بجد جميل قوي. خدته برضو قلت هاخده كده يبقى عندي، دايما بجيب اللي هو الجاهز المتقشر الجاهز، فقلت خلينا في ده. والبطاطس برضو زي ما انتوا شايفين بتاعه البطاطس عامله 5 دولار وحاجه، برضو الحجم بتاعها كويس. في بقى انواع بقى كتير، فاكهه، رمان، كل حاجه موجوده ومتوفره هناك بصراحه. والاسعار بتاعتهم حلوه قوي قوي قوي. كيس الفلفل ده برضو عجبني وحلو كده، حلو عن الطبيعي اللي انا بجيبه كمان من اي محل. تمنه كام بقى؟ 3.99 يعني 4 دولار. حلو قوي برضو خدته. بحب النوعية دي من الفلفل، بتستحمل وبتعيش عن الفلفل الكبير. والخيار ده برضو كنت مفكرة شطة من صغر الحجم بتاعه. كيس عامل 5.99. هو ده غالي شوية بس تقريبا عشان الخيارية فعلا نظيفة وحلوة وصغيرة. وفي بقى التلات خيارات دولت كده مع بعضهم تمنهم 6.99 سنت. 3 خيارات برضو. يعني في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة بصراحة. بس الأسعار عجبتني، يعني أنا الأسعار هناك عجبتني في حاجات برضو مختلفة. والفاكهة برضو حلوة قوي. في برضو الموز ده اللي هو الاورجانيك وفي العادي، بس انا شايفه انه كله زي بعضه. ده مش تمن الموز، هو بيقولك ان يعني الباون كان عامل حاجه و40 سنت. يعني هو بيقول لك خدي 3 باون. جوزي بقى اللي فاهمني الحته دي، كنت مفكره ده سعر الموز، قال لي لا، ده التلاتة. بصوا يعني مثلا ما نتأمل شوية كده، ده مش جايب نص دولار، يعني ال3 باون عاملين $1.49. ارخص من ويل مارت كمان يا بنات بصراحة. يعني السعر حلو، ارخص من ويل مارت كمان في حاجات معينة. في برضو اللي هو البينابل ده الاناناس اللي هي انا بقول على الاناناس اللي هي بزرعة من فوق. تمنها $2.69. بره بتبقى عاملة 3 دولار، 3 يعني السعر بتاعها كويس. لو جبتلك لو سوقتي تسويقة كاملة هتوفري في كل حاجة دولار، هتلاقيكي في الآخر موفرة 50 60 دولار. انتي أولى بيهم. في برضو الباتيهات والحاجات دي، بس أنا بصراحة بحب أعملها في البيت. ما بشتريهاش، يعني كنت بشتري الأول بس طبعا بفضل إن أنا أعملها في البيت، بخليها للطوارئ وكده. بصوا دي الست اللي واقفة بتصور، اللي واقفة بتخليكي تدوقي الخوخ. تعالي بقى عشان نخش ده بقى التلاجة جوه الحاجات اللي هي سريعة البوظان. علبة العنب دي بصراحة أنا جبتها. آه مش عايزة أقول لكم، بس أنا جبت الحمراء. أيوة دي، لا ده كريز. استنى نروح للعلبة اللي أنا جبتها دلوقتي. علبة الكريز دي والله جوزي كان جايبها في نفس اليوم من محل تاني، قال لي عاملة 8 دولار. هي عاملة 6 دولار في كاسكو، يعني فرق 2 دولار. لا لو انتوا شايفينهم مش كتير، لا هما فلوس بصراحة. ال2 دولار كتير وفلوس كمان. 2 دولار على 2 دولار يخليكوا تشتري حاجة تانية. العنب برضو سعره حلو. انا جبت علبة العنب الحمراء $7.99. في حالة ان انا بجيب كيس من بره العنب يعني 12 دولار. يعني انا بجيبه كده في نفس الحجم، وبصراحة نضيف. العنب نضيف بجد بجد يعني. فالحاجات دي انا حاسه ان هي فادتني وسعرها كان حلو بصراحه. علبه الذره دي كده على بعضها، الاضاءه كمان ظلموها. حلوه قوي. 8 كيسان ذره. صدقوا والله لسه ما عملتوش، عايزه ابقى ايه اقليه. في بقى دي فاصوليا خضراء. تمنها 6.99 بس حلوة قوي يا بنات وفريش، تحسها طازة كده لسه. مشروم بقى موجود الخاص زي ما انتوا شايفين. خاص على ما اعتقد سعره زي بره، بس دي فيها 6 ب5.99 سنت. بس حلاوة الحاجة تحسها ان هي حاجة فريش قوي كده حلوة. في بقى فراولة. حجم علبة الفراولة دي حلو برضو. الحجم بتاعها مش الصغير، في أحجام صغيرة في أحجام أكبر كمان. يعني في أصغر من دي وفي أكبر من دي. الحجم بتاعها برضو ده حلو. عنده كوب الفاكهة زي ما انتوا شايفين. في برضو منها أطباق خضار مشكل. تمنها 12 دولار، 11.99 سنت. في بقى بتاع التوت الأحمر. وفي برضو التوت الاسمر. كل الانواع ده انا بس فرجتكم كده على الحاجات اللي هي ايه بتقابلني، او اللي انا ايه معظم الحاجات كنت بجيب منها بصراحه. ده برضو التوت كده الاسمر. معرفش بقى هو اسمه بالانجليزي بصراحه، بس انا دي الاسامي اللي انا مسمياها. انتوا بقى اكتبوا لي لو انتوا عارفين الاسامي الصح. دي علبه اعرض شويه واكبر شويه. تمنها تقريبا اغلى برضو حاجه بسيطه. تمنها 7.99 سنت. ده ايه هنشوف دلوقتي اللي تمنه 3.99. بيقولوا عليه بلو بيري او حاجه زي كده. والله العظيم ولادي بيقعدوا يقولوا اسماء غريبه كده انا ما عارفاها. بس بتاع ده حلو قوي، عامل زي الجميز بتاعنا بتاع مصر كده. في بقى دي الاسماك كلها، كل الاسماك موجوده. المره الجايه بقى ان شاء الله لما اروح هفرجكم على بقيه الحاجات اللي موجوده هناك. التسالي، البهارات، كل الحاجات دي هفرجكم عليها. جميع انواع السمك برضو، جمبري،
كل حاجه موجوده هناك. عندهم برضو الفراخ المشويه اللي بيحب ياكل. طبعا انا بحب اجيب الحاجه تكون حلال ومذبوحه، او من محلات حلال، يعني مطاعم حلال وكده. وبحب اجيب من المزرعه يعني بيكون افضل. وكده خلاص يعتبر وصلنا لنهايه الفيديو بتاعي. اتمنى اكون يعني فدتكم ولو بمعلومه. استنوا فيديوهات كتير في سجاد، في حاجات كتير موجوده في كاسكو. اللي لسه ما جربش كاسكو زي حالاتي روحوا يا بنات وجربوه، هيعجبكم قوي قوي قوي، وهتدعوا لي والله. هتوفروا في التسويقه بما يقل عن 50 او $100 حسب استعمالكم. اشوفكم على خير، مع السلامه.